السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يعني النهارده طالع لكم بأداء عالي، بس انا متعصب من جوايا، يعني مش عارف ليه، بس انا حاسس ان انا متعصب. ممكن عشان بدأت دراسة او حاجة. دراسة قبل ما نبدأ اي حاجة صلوا على النبي. يعني انا قلت اخد منكم اي حاجة. المهم يعني اعملوا سبسكرايب وتفعيل الجرس وشير لكل اصحابكم علشان يوصل لكم كل جديد ويوصل لاصحابكم كل جديد. انا عارف انت ما عندكش صحاب، انت عيل فاشل اصلا، ولا عندك صحاب ولا عندك فلوس، بس ماشي مش مشكلة يعني. يلا حاول بس تعمل فلوس، يعني هات فلوس وبقى مليونير. فاهم؟ اول ما انا ابقى مليونير مش هقول لكم على الطريقة بجد. المهم كلنا عارفين الكومنتات السلبيه، وهنا مش قصدي على الهزار، لا قصدي على الجد. يعني الكومنتات السلبيه اكيد كلنا عارفينها، يعني انت كلنا عارفينها اكيد. يعني كله مثلا بيقول انا بيهمنيش الكومنتات السلبيه، لكن هو بيقعد يعيط بالليل شبه الكلب. في يعني بس كل اللي بيقول بقى لا انا بحبش الكومنتات السلبيه ده راجل جدع وراجل تمام واصيل. يعني حد مثلا يكون منزل فيديو مثلا عادي جدا بيغني، يعني مثال حد منزل فيديو بيغني فيه، حد ممكن مثلا يدخل له يقول له إيه يا عم يا بخت الاطرش، ده تلوث سمعي ده ولا ايه؟ اللي منزل الفيديو يقعد بقى يقول طب هو ليه كتب كده، يروح مراجع الفيديو بتاعه بقى يقول يا لهوي هو انا صوتي وحش، يكتشف ان صوته وحش اصلا. ليه؟ عشان هو جاله كومنتات سلبيه. لكن انا عامه بحب الكومنتات السلبيه اكتر من الايجابيه. ليه بقى؟ هقنعكم ما تقلقوش. الكومنتات الايجابيه تحس ان مثلا حد يقول لك عاش كمل يا عم الله يكرمك ربنا يرزقك يا عم. طب الكومنتات السلبيه حد ممكن يقول لك يا عم ايه القرف ده يا عم يا عم بخت الاطرش. طب انت هيحصل ايه بقى ساعتها لما حد يقول لك كده؟ يعني هو نوعين من الناس، هو في ناس هتنجح بالكومنتات دي، وفي ناس هتيأس بالكومنتات دي. يعني قصدي الكومنت الايجابي ما بيجيبش نتيجه، يعني هو كلمه فاهم بالحب ممكن من ورا قلبك كمان، لكن الكومنتات السلبيه بحس ان فيها نتيجه شويه. المهم انا مش عارف هل اللي بيعملوا كومنتات سلبيه دول بيبقوا عايزين ايه بجد؟ عايزين ايه يعني؟ انتوا عايزين توصلوا لايه؟ يعني انت قاعد فاضي ما عندكش اي حاجه تعملها، ما عندكش حاجه خالص تعملها، وقعدت تكتب في كومنتات سلبيه. اجيب العيش عادي جدا شبه اي ام مصريه، ورحت رايح جوه، رحت قعدت على سريرك وفتحت تيك توك، لقيت حد بيحاول ينجح، رحت داخل قلت ايه ده انا هعمل، أنا مش هعمل حاجه فاضي، رحت كاتب كومنت سلبي. يعني ايه؟ يعني انا عايز افهم يعني ايه. على فكره حاليا انا هفتح التيك توك وهقرا لكم الكومنتات السلبيه على اي فيديو يجي قدامي بجد والله العظيم، لان مش بشوف ان دي حاجه حلوه. يعني انت ليه يعني انت فاضي للدرجه دي؟ انت فاضيلي اصلا؟ يعني انت ممكن، يعني ممكن حد والله العظيم في كل فيديو يعني شبه كده مثلا ضحكت رغم اني دكتور، ده الترند القديم. دلوقتي ضحكت اللي هي ضحكت من اجل مثلا، او مع اني من امن صبراني، دي مثلا حاجه تالته خالص. ده ترند برضو طلع على الانستجرام اكتر كمان. بما اننا جينا للحته اللي هو في اليوتيوب او الانستجرام وكده، في ناس على الانستجرام او التيك توك قصدي او الانستجرام برضو يعني بيقولوا ايه ده مش هينفع اظهر اسم اليوتيوب في الانستجرام او التيك توك. بيقولوا لا انا هقول البرنامج الاحمر. يعني ايه يا باشا؟ يعني هو في قانون في التيك توك بيقول لك ان انا ما ينفعش تظهر يعني كلمه الانستجرام او التيك توك في يعني فين القانون اللي بيقول لك ما تظهرش اي برنامج تاني؟ ليه؟ حاسس ان هاخد بان بعد الفيديو ده، بس ما عنديش دليل، بس ما فيش حاجه بتقول لك كده، فاحنا مش هنعتمد الحاجه دي، لان انا مش بعتمد اي حاجه غير لما اكون متاكد منها. انا راجل قانوني بس فيني نام، يعني صوتي مريح. مثلا كنت شايف فيديو يعني كنت عامله برضو، بس شفت في ناس بقى عاملاه بعد كده، وكانت الناس قبلاه، يعني مش انا اول واحد مخترعه اكيد. يعني اللي هو مثلا بيحط لك مثلا موسيقى وبيغني عليها ويقول لك والله العظيم صوتي مش اي. بعد كده يحط لك بقى صوت معفن زباله تضحكوا انتوا بقى. بصراحه الفيديو تمام قشطه، لكن بقى في ناس بتاخده بالموضوع الجد، اللي هو ايه يا عم القرف ده؟ طب افرض يا باشا الراجل اللي كان منزل الفيديو ده كان نازله بطريقه عامه، بطريقه هو فعلا عايز ينجح بيها. افرض انت عارف هتجرحه جرح قد ايه؟ عارف ولا انا مش عارف؟ انا كمان بس عارف ليه. وبعدين انت ايه الفراغ اللي في حياتك ده؟ ما تنزل تجيب العيش لامك، يعني احسن من كتير من انت بتعمله ده. بجد روح صلي يلا، روح يلا، روح اعمل اي حاجه في حياتك، روح شخ، اعمل اي حاجه في حياتك، تعالى صور معايا الحلقه دي، اعمل اي حاجه غير انك تكتب اي حاجه. يعني عندك حاجه اكتبها، ما عندكش حاجه تكتبهاش. يعني انا بجد نفسي اشوف الناس اللي بتبقى قاعده، يعني قاعده على السرير او قاعده على اي خرا بتكتب كومنتات سلبيه. في ناس بتتعالج من الحاجات دي. انا رحت مصحتين لغايه دلوقتي بتعالج، يعني كام فيديو عندي طلعوا ترند اتعالجت منهم. كتير كتبوا كومنتات سلبيه، زعلت جامد، زعلت بدرجه ان انا بقيت ازعل، بقيت اقعد جوه في السرير واقعد اعيط. قلت ليه الناس بتحبنيش؟ عيطت جامد، مع ان الفيديو اصلا كان للدراسه، يعني بكتب الفيديو ده ولا متجهز له ولا اي حاجه،
ماشي. فاحنا هنقعد دلوقتي نقرا الكومنتات السلبيه، نقعد نقرا الكومنتات السلبيه ونشوف هل هي سلبيه ولا مش سلبيه، ونحلل كل كومنت نقول هو ليه الراجل ده بيكتب كومنتات شبه كده. لان في ناس بتتعالج زي ما قلت لكم، يعني عيب والله العظيم عيب، بقسم والله العظيم عيب. انا هقعد لازم احلل الكومنتات دي دلوقتي. قبل بس ما ننتقل بس على الفقره الثانيه اللي الكومنتات السلبيه، عايز اقول لكم انا كل حياتي مفيده. يعني انا بالف شعر، هوريكم دلوقتي وانا بحضر حاجه، هوريكم لايف شو حالا وانا بحضر شعر قبل الحلقه دي. والله انا جامد قوي على فكره. شوفوا. ولو حسيتها قفلت وهمومك كتر، انا لسه غير في قرار التربيه. ولو حسيتها قفلت وهمومك كترت عليك، ما تعيطش، ممكن من حب ربنا فيك، اصلك وحشته، عايزك ترجع له وتعيط له، قول له يا رب سامحني على كل اللي عملته. يا لهوي على الشعر. بص، لو حسيتها قفلت وهمومك كترت عليك. حاليا انا فاتح فيديو من فيديوهات الترند اللي قلت لكم عليه من شويه، بتاع اللي هو بيشغل اغنيه حلوه وبيغنيها عادي جدا. ممكن في ناس تغنيها باسوأ الترند، وناس مغنيها عادي انها تتشهر، يعني تتشهر يعني. انا فاتح فيديو لولد مش عايز مثلا ما اخدش كوبي رايت، مش عايز اشغل اغنيه، ننزل شويه بالكومنتات. واول واحده بتقول يعني اسمها فراس بيقول شخيت. انا اسف جدا، بس ايه اللي شخيت؟ يعني ايه اللي خلاك تسمع الاغنيه وبتشخ؟ يعني ده مالناش دعوه بيه. والمشكله ان الولد يعني هو صح، الولد عامل له لايك على الكومنت. يعني هو الولد نضيف من جوه. في بقى واحده اسمها رنين، دي حلوه، دي عامله كومنت ايجابي، بتقول هو انا الوحيده اللي حسيت صوته حلو، على الموجي اللي هو كده الله يشفيك. واحد بيقول الله يشفيك، مسمي نفسه نقطه، هو نقطه كده همزه. الله يشفيك، الله يشفيك انت، يعني انت قاعد فاضي بتقول الله يشفيك يا عم، شكرا يا عم. حط صوره بيضه. واحد بيقول يعني صوابع رجلي دمعت، حاجات مش مفهومه. يعني انا مش عارف اقول عليهم، بس ماشي يعني. استاهل اني ما رحتش ذاكرت. هو بصراحه صوت وحش قوي يا جماعه بصراحه. يعني في واحده اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، اسمها وعد وكده. ففي ناس بتقول ان هي مثلا عندها مرض نفسي، لان يعني جالها سوء احوال من تعامل من اهلها. يعني انا مش عارف هل ده صحيح ولا لا. هبحث عنها دلوقتي. وعد اسمها وعد يا وعد اهي. فيا ريت لو بجد يعني حد يوضح لنا. بصوا اهي، هجيب مثلا، هي فاتحه لايف دلوقتي اصلا، مش عارف ادخل لايف عشان مش عامل سكرين ريكوردر، فمش هتشوفوا اللايف فقشطه. يعني بصوا، كانت منزله فيديو اسمه سوزي خرجت اخيرا. انا مش عامل سكرين ريكوردر تمام، فقشطه اسمعوا بقى كده، ما تتقبلش معاكم يعني. خليكم بقى ايه. واحده اسمها جنى، نفسي احط لكم صوره جنى، بس هي عشان بنت حرام برضو اعراض، انا هطلع احسن منها، بس هي حطها على الناس كلها. ابدا في الباي بتاع صفحتها، كن حلما للجميع ولا تحلم باحد. الله اكبر عليك. لو فتحنا كومنتات وعد يا وعدي، انا واحد مش بحب فيديوهات حد يقول لي، ممكن ناس متفرقه ان هي عارفه قصتها وهي مريضه مثلا نفسيه وعقليه، في فيديوهات بتطلع فيها تتكلم عادي، يبقى هي كويسه. انا بتقول بحسك دمج، وانا بحسها كده، بس اختي مثلا حكيت لي قصتها، قلت ليه كده؟ ما مش عارف يعني، مش عارف. بس افتح لايفات عادي ساعات، بتقعد عادي يعني. المهم، في كومنت قليل ادب قوي من واحد اسمه حسن، بلاش نقوله عشان لو قلناه هنتحذر كلنا وهتسجن كلنا يعني. هي في الفيديو سنانها صفرا سيك. واحد بيقول لها المعجون غالي، مش ندخل على بس على الراجل اللي قال لها المعجون غالي ده واحد اسمه، لا دي واحده قالت لها اسمها السودانيه، مش عارف اسمها اليوزر نيم سودانيه، فهي اكيد اسمها السودانيه او هي سودانيه. لو دخلنا على صوره البروفايل هتلاقيها حاطه فراشه عامله اسد كده، يعني رينج جدا. لو دخلنا بقى على صفحتها وشفنا الدمج الحقيقي بقى، معلش الدمج بقى ان هي بتنزل فيديوهات 2018، مش مهم السنه، لكن الفيديوهات بتاعت اغاني. اولا بتقعد عليها سيئات، حد يقول لها انت بتنزل اغاني ساعات، تقول له بنزل بس بحاول ابطل، بس بنزل اعمل ايه يعني. في واحد اسمه حلو، اسمه محمد عرباوي، اوجه له سلام، بيقول اخف دم على التيك توك. هي فعلا لو اتعاملت بطبيعتها وكده هتبقى اخف دم. ملك متصوره على البحر، بتقول الدمج بيفهموا عنك. الفيديو ده يا جماعه واحد طالع معاه قطه، في واحده بتقول انا خايفه على القطه قوي. جماعه في ترند طالع برضه على واحده اللي هي اتحبست، ما نعرفش ده صح. فواحده بتقول لها اسمها ملك برضه حاطه صوره امي برضه، كلهم يعني يقولوا ايه، انت حلال فيك الحبس علشان بتنشري التخلف. لما خرطوم الميه يسيب من ايدي، عشان وقعت يا جماعه، ادخلوا عليها يا جماعه عشان بجد مكسر اعمل سكرين ريكوردر. هتلاقيها بترقص في فيديوهات، بتطلع على السرير بتقعد تنطط وكده، عندها فرط حركه. توب عليها يا رب. وحد حاطط صورتها في الكومنتات، انا لازم اوريكم الصوره، اوريها لكم. استنى. هي دي. خلينا كويسين وما نتريقش، لان انا اصلا وضعي مش بتريق على حد. انا يوسف راني، انا اسكندراني، انت مني بتعاني، انا دخلت الراب سببت عذاب لكل فيديو عندها هي مثبتاه
جايب 20 مليون مشاهده. خلينا نخش على الفيديو ده ونشوفه كده. اول حاجه بتشم بطاطها في الفيديو، الله اكبر. برضه نفس التنطيط. يلا يا جماعه نخش على الكومنتات. فيرو بتقول ايه المبرر انك تقللي من نفسك؟ فيرو ست محترمه عايزه تفهم ايه المبرر. انا بصراحه برضه نفسي افهم ايه المبرر. الناس بتقول مريضه وكده، بس انا مش عارف ايه المبرر برضه. خلينا نشوف كومنت تاني. بصوا بقى، هو في فيديو بتكلم عليه. سوسو ايدزي سوسو كاتبه كومنت بتقول يا بخت اللي مش عارف حكايتها، انا نفسي اعرف حكايتها. فتعالوا يا جماعه نفهم حكايه وعد يا وعدي. فيديو تاني بقى عشان انا بصراحه مش قادر. في واحد اسمه ميدو اشرف، ده شخص مشهور على التيك توك. كل فيديو لازم تشوفه في فيديو في الكومنتات. يعني بيقول ما عملتش حاجه غلط، كل بنت حقها تلبس وتعمل اللي هي عايزاه، كل الدعم ليها. المشكله لو دخلت على صفحته هتلاقي صفحته دينيه تقريبا. فيديوز هو مسح كل الفيديوهات يا جماعه. طب فيديو واحد بس، هو كله بالاي اي تقريبا اصلا، صور يعني. مسح كل الفيديوهات. شفت كنت رايكم فيديو بس مسح كل الفيديوهات للاسف. يعني ناس بتشبهها ببدايه سوزي الاردنيه او تقرب لك سوزي الاردنيه، وبرده ناس بتحط صورها في الكومنتات. انا اترعبت يا جماعه، لازم تشوفوا ايه رايكم؟ فانا لازم قبل ما اقرر او احكم عليها لازم اعرف قصتها الاول. فده اكتر فيديو جاب عندها مشاهدات اصلا. يعني عندها نص مليون، عندها 547 الف. عموما هو كل شخص ليه حريه شخصيه. يعني انت لو مش عاجبك ممكن تعملها بلوك عشان انا عامل دلوقتي. يعني ممكن تعملها بلوك يعني عادي. بس كده يا جماعه، كده كان فيديو خلاص. لو عجبكم اعملوا سبسكرايب وتفعيل الجرس وشير لكل اصحابكم. على القناه هتلاقوا لينك التيك توك ولينك الانستجرام. بس كده، السلام عليكم.